اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا معايا النهاردة هقول لكم ازاي تحمروا الكفتة تفرزوها في الفريزر وتشيلوها وتقعد عندكم بالست شهور ما يحصلهاش اي حاجة. وطريقتها برضو التحمير بتاعها ازاي تاكليها متحمرة، ما تطبخهاش فريش كده ويبقى طعمها لذيذ وجميل. طبعا عندنا الكفتة وقلنا ان احنا عملناها وحط لكم الطريقة في الفيديو اللي فات. يلا بينا بقى. بصوا التحمير اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي في الزيت الفاتح ده، هو ده التحمير اللي احنا ناكله كده محمرة، تبقى طعمها لذيذ جدا ورهيب. طبعا هنمسك كل الكفتة اللي عندنا هنحمر نصها يبقى تحمير فاتح زي اللي انتوا شايفينه ده للأكل، تاكليها كده محمرة. وطبعا 3/4 ولادنا بيحبوها كده متحمرة، بتبقى لذيذة جدا وطعمها بيبقى رهيب 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 رهيب، بالذات لو عملتيها بنفس المقادير ونفس المكونات اللي انا قلتلك عليه. هتلاقي طعمها عندك في حتة تانية خالص، وتحسي بطعم اللحمة مع الرز مع الخضار، بيبقى لذيذ ورهيب. وطبعا البهارات، بصوا ما شاء الله تبارك الله، بنحمرها مقلاية ورا مقلاية بنفس الطريقة. الفاتح ده هو اللي هيتاكل، خليكم مركزين. انما اللي هنسيبه في الاخر خالص وهوريهولكم ده اللي احنا هنفرزه، هيبقى لونه غامق. ليه؟ عشان مهما قعد عندك في الفريزر وجيتي تطبخيه يبقى طعمه جميل في قلب الطبيخ. يعني عملتيها بالصلصة لوحدها او عملتيها زي ما ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الفيديو الجاي هنعمله بالبطاطس، وهيبقى برضو والصلصة هيبقى جميل جدا. دي المحمرة اللي احنا هناكلها كده فاتحة، تاكليها كده وتقرقشيها وطعمها لذيذ جدا. بصوا جميلة جدا مع السمبوسك، رهيبة جدا في الفطار لما تاكليها كده نواشف ومشبعة ولذيذة ورهيبة. ماشي. وهنحمر بقى بقية الكمية، هنعملها غامقة ونكيسها في قلب اكياس في قلب الفريزر، والنتيجة بتاعتها هتبقى رهيبة. وهنزلها لكم مطبوخة. يبقى انا وريتكم الفتحة اللي بتتشال في اللي بتتاكل، ودلوقتي اللي تغمقيها شوية تبقى زي ما انت شايفة كده، دي اللي احنا هنكيسها اكياس ونشيلها في الفريزر، تقعد عندنا 6 شهور ما يحصلهاش اي حاجة، وسنة كمان. طعم لذيذ ورهيب وجميل، ومكوناتها روعة جدا، موجودة عندكم في الفيديو اللي قبليه. رهيبة رهيبة رهيبة. شوفوا بقى الطريقة واعملوها وحمروها بنفس الطريقة اللي بقولكم عليها، وقد ايه طعمها هيبقى لذيذ ورهيب وجميل. واقول لكم باي باي في وصفة جديدة جميلة ولذيذة ورهيبة. وما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو ينتشر وتعمل بالفايدة للجميع. باي باي.